ماتت امي بسكته قلبيه، ومع داكشي جاب الزربه ما لقيت باش نعاونها، امي داها الله. قبل شهور من دابا وليت كنخرج مع واحد المراه من غير مرتي، وهذه كانت الفكره ديال الزوجه ديالي اللي كانت كتوصيني باش نولي نخرج معاها وندوز انا وياها بعض الوقت. هاد المراه كانت هي امي اللي كانت لابسه حق الله شي 19 عام دابا، ولكن مشاغل حياتي والعمل والمسؤوليه ديال 3 الاطفال اللي والدهم مع الزوجه ديالي يعني والضغوطات ديال الحياه ما كنتش كندوي معاها بزاف، وما كنتش كنمشي نشوفها بزاف، وكنشوفها غير مره في شحال. في واحد النهار كنت عيطت على الوالده في التليفون وقلت لها انني بغيت نخرج انا وياك، وهي تسولني وقالت لي واش لاباس عليك اولدي. تخلعات مسكينه تصحابني غير طاريه ليا شي حاجه، حيت كان قليل فاش كنعيط ليها، وهاد المره باش معيط لها في نصاصه الليل، يعني من ورا 12 ديال الليل. فقلت لها انا راه بخير امي، ولكن راني باغي نخرج انا وياك. الراس في الراس بقات ساكته وهي تقول لي بالفرحات عليا ولدي. مسكينه بغات تخرج معايا حيت شحال هادي ما شافتني وشحال هادي ما عمرت انا وياها ودويت انا وياها وقرقبنا الناب كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. كان داك النهار جاب الخميس ومع خرجت من الخدمه مشيت طرقت نيشان، هزيتها بالطوموبيل ومشينا لواحد الريستون اللي كال باش ناخذوا راحتنا وندويو على خاطرنا. ولكن انا كنت متوتر شويه حيت شحال هادي ما شفتها، وحتى هي كانت بحالي. والوالده ديالي كانت لابسه واحد الجلابه اللي بقيت عاقل عليها، كانت هي اخر جلابه خداها لها الوالد الله يرحمه، وكان كيبان لها النور على وجهها. امي وهي تقول لي في اخبارك ولدي، انني كاع الجيران قلت لهم انني اليوم راني خارجه مع ولدي وفرحانين ليا وكيتسناوني غير امتى نرجع باش نبدا نعاود لهم على شنو غادي يطرا فاش الخرجه هذه، زعما فاش نتحدثوا العيالات نتوما عارفينهم كي دايرين. وهي مسكينه كانت فرحانه بيا حيت مده كبيره ما شافتنيش. كيف ما قلت لكم باش دخلنا داك المطعم بركنا في واحد الطابله وهزينا الماني، انا زيت الماني بديت كنقرا ولقيت امي كتشوف فيا وهي تقول لي باقا عاقله ولدي باش كنتي صغير وكنت انا اللي كنقرا لك. هي دابا مسكينه كبرات وما بقاتش قادره تشوف، وانا نقول لها انا غادي نقرا لك امي كيف ما كنتي كتقراي لي واخا نعاودك غير بشويه. وهي مسكينه بدات كتشوف فيا وابتسمات ومن عينيها بين انها فرحانه بيا وكانت باغا غير امتى تتلاقى معايا، يعني الله يسمح لينا من حق الوالدين. صافي من وراها خدينا شنو ناكلو بقينا باركين داوين ما حسيناش بالوقت حتى لقينا راسنا صافي الريستو غادي يسد وخاصنا نتفارقوا. فصافي خرجنا ومشيت وصلت حتى الباب ديال الدار وهي تقول لي ما كرهتش ولدي نعاود نخرج معاك، فرحت بزاف اليوم، ولكن المره الجايه ان شاء الله باش نخرجوا تكون على حسابي. صافي قلت لها واخا الوالده وكلامك هو الكبير. تفارقنا تما، هي طلعت لدارها وانا مشيت لداري عند ولادي. وبعد ايام قليله ماتت امي بسكته قلبيه، ومع داكشي جاب الزربه ما لقيت باش نعاونها، امي داها الله. ما داش بزاف ديال الايام من وراها وهي توصلني واحد البرا من نفس المطعم اللي كنا باركين فيه، وكانت فيها واحد الملاحظه مكتوبه بخط اليد ديال الوالده ومع شفتو عرفتو. كانت كاتبه مسكينه راني خلصت الفاتوره ديال العشاء مسبقا ديال 2 ديال الاشخاص لك انت ومرتك، حيت انا كنت عارفه راسي ما غاديش نكون كنبغيك بزاف. ما كملت هذيك الرساله في القرايه بديت كندمع وتفكرت امي وتفكرت اخر بركه ليا معاها وانني باقي كاع ما شبعت منها. وفي هذه اللحظه فهمت المعنى ديال كلمه كنبغيك ومعنى كيفاش الطرف الاخر يشعر بالحب ديالنا ليه. حتى شي حاجه ما مهمه اكثر من الوالدين وخصوصا الام، وعطيهم الوقت اللي كيستحقوه حيت هو حق الله وحقهم. واخر حاجه بغيت نقول لك ان كل شيء في هذه القصه حقيقي الا انا. تهلا.